السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والسعادة. طبعا وحشتوني من اخر فيديو كنت معاكم فيه. النهارده جايلكم فيديو جديد بروتين جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كنت رايحه فين يا بسمه؟ بص يا بنات، اخيرا كان ابو محمد. طبعا كنت انا قايله لكم الفيديو اللي فات ان هو هياخدنا يودينا يومين كده المصيف. فطبعا بقى قلت اصور لكم الطريق وانا ماشيه. طبعا كان هنا محمد ابني هو اللي بيصور الطريق ده، وانا كنت رايحه مرسى مطروح يا بنات. البحر بتاعها بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. قلت هو يعني اعمل لكم كده لقطات كده بسيطه بس كده من الطريق واحنا ماشيين، واوراكم برضو البحر. شايفين البحر وشايفين جماله وشايفين حلاوته. طبعا ما عرفش ان انا بقى اعمل لكم روتين هناك يا بنات، لان انا كنت مقضيه يعني بصوا بقى. اليوم بتاعي كله على البحر. يعني بقى كان فسحه، يعني ما كنتش بقعد في الشقه اللي احنا اخدينها. يعني حاجه يا دوبكش نفطر وناخد بعدين ونخرج نفضل طول النهار بره. فطبعا ما بقتش عارفه اصور لكم. فقلت اجيب لكم لقطات خفيفه كده واجيب لكم منظر البحر ومنظر الميه ما شاء الله جميله جدا. ده بقى كنت بصور لكم يا بنات الساعه 7:30 الصبح. طبعا بقى كان الجو هادي وما كانش فيه زحمه بقى ولا حاجه. وبرده مرضاش ان انا اصور اخر النهار في الزحمه وكده، عشان ما ينفعش ان احنا برضو نطلع حد معانا على الفيديو وكده، لان طبعا في خصوصيات وكده يا بنات. تمام. فقلت اصور لكم بقى البحر وهو هادي كده. كان في الوقت ده بقى كان ابو محمد والولاد في قلب البحر، وانا اللي قاعده لوحدي بقى يا ولاد قاعده انسجم بقى. حتى في الوقت ده فتحت بس مباشر كده الصبح واروكم منظر البحر. ده طبعا بعد ما انا رجعت من مرسى مطروح يا بنات. طبعا انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات على القناه. فرجعت بقى بصوا، يعني قلت اعمل لكم روتين حلو كده. ارتحت يوم كده واتنين. طبعا من المشوار طبعا 7 ساعات يا بنات في الطريق. يعني من دمياط لمرسى مطروح 7 ساعات. قعدنا 7 ساعات في الطريق. فطبعا بقيت جايه بقى من يعني من بعد ما رجعت. بقيت جايه هلكانه، بقيت جايه تعبانه جدا، فبقيتش قادره بقى ان انا اصور. فالحمد لله ربنا يعني عني كده، وربنا حاش عني الحمد لله. وقلت بقى اما اصور لكم روتين حلو كده. صورت بقى روتين كده في اوضه النوم. بقيت محتاره بصراحه اصور لكم روتينات او اصور بصراحه. بس انا قلت لا خلاص انا آه صلينا كده، صليت الحمد لله وقمت كده استعيذت كده من الشيطان كده وسميت الله وقلت توكلنا على الله. دخلت بقى على اوضه النوم يا بنات اعمل فيها روتين حلو كده. طبعا الاوضه دي ولادي البنات هم اللي قعدوا مستولين الاوضه دي. والله يا بنات معروش بيهنونا عن الأوضة دي، لأن طبعا باباهم عمل لنا المروحة اللي هي فوق السرير دي يا بنات. فطبعا يقولوا لا يا ماما خلاص خدوا أوضتنا واحنا هناخد أوضتكم. فقاعدين بيشكلوا على الأوضة يا بنات. المهم ما علينا. طبعا ما غيرتش طبعا الملاية، لأن الملاية كانت نظيفة ما كانش يعني محتاج ان هي تتغير وكده يا بنات. مسكت بقى الملاية كده فرشتها على السرير وخليتها فل ما شاء الله. هرجع بقى كده المخدة والخدودية كده تاني على السرير. وعايزين بقى يا حبايب قلبي اللايك بتاعكم الجميل اللي بيشجعني واللي بيرفع الفيديو معايا. واللايك يا اخواتي، والاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امر. وكومنت جميل منكم كده يشجعني. ويا رب كده نفضل كده عيلة دايما مع بعض ونفضل سند لبعض يا حبايب قلبي. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايب قلبي. الصلاة على الرسول يعني بصوا حاجة والله العظيم بجد بتشيل هموم كتير جدا يا بنات. الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أنا كل السامعين وكل إخواتي وكل حبايبي في كل مكان. طبعا هنا بقى جبت المفرش القطيفة ده كده يا بنات. فرشته طبعا على السرير كده زي ما انتم شايفين. وهنمسك برضو الأوضة بقى طبعا كان هنا قبل ما كنت أنا أمسك الأوضة أكنسها، يعني قبل ما كنت أكنس يعني. كان هنا بقى يعني شوية حاجات كده هنا على الشنطة دي وعلى الكومودينو. مسكتها كده طبقتهم برضو ورجعت كده الهدوم دي كده مطرحها في الدولاب. وهنمسك بقى الأوضة يا بنات وهنكنسها كده وهنمسحها وهنخليها ما شاء الله. ولا بصوا أوضة الفنادق يا بنات. والله العظيم. فربنا يعيننا يا رب على مهام يومنا يا حبايب قلبي.
ويعين كل أم يا رب كده على خدمة ولادها وعلى تربية ولادها، ويعين كل زوج يا رب كده، ويرزق أزواجنا يا رب، ويرزقنا جميعا، ويا رب كده يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى ولادنا يا رب، ولا يحوجنا لأي حد أبدا يا حبايب قلبي، ولا يرقدنا على فرشة. ودايما ربنا كده يدينا الصحة ويدينا العافية يا رب، ويدينا طولة العمر يا حبايب قلبي، ونعيش ونفرح بولادنا أنا وأنتوا يا حبايبي والسامعين. شلت بقى الحاجة اللي كانت محطوطة دي يا بنات، وقلت بقى امسح بقى الايه الكومودينو كده. طبعا الكومودينو بتاعي يعني ايه، بصوا قزم شوية بس يا بنات، يعني ايه، ده كان اياميها، ايام ما كنت بجيب اوضه النوم دي، كان في ايامها يعني، في الموضه بتاعت الاوضه، ان الكومودينو بتاعها يكون صغير، ويكون كده ايه، ما هوش الكومودينات اللي هي بتبقى طويله ديت وبتبقى فاهميني. لا، دي كومودينو كده جاي صغير كده، جاي صغير كده مع الاوضه، تمام مع الاوضه يعني. مسحت بقى كده الكومودينو وروقت عليه، ودخلت برضو قلت ايه اشيل حاجه بقى ايه، الزيت بقى والبرفان والحاجات بتاعت الولاد ديت برضو امسكها ايه، اظبطها لهم كده واظبط لهم التسريحه. مسكت بقى ظبطت التسريحه كده يا بنات، وارجع كل حاجه مطرحها، واجيب بقى ايه شويه بريل كده بتاع الاسبونشه كده يا بنات، وامسك بقى الايه الرخامه ديت امسحها كده او اغسلها كده غسله حلوه بالرغاوي دي يا بنات. كان واقع بقى نهى بنتي بقى الله يصلح حالها يا رب، كانت موقعه بقى حاجات بودره، وموقعه بقى كريم، وموقعه حاجات بقى، بصوا على الرخامه دي، وكانت مبهدله لي بصراحه التسريحه. فقلت لا بقى امسكها بقى كده ايه، اديله ادي كده بالرغاوي الحلوه دي يا بنات. هنمسح كده بقى الايه الرخامه بتاعتنا يا بنات، ونخليها فله، نرجع كل حاجه تاني مطرحها. ربنا يعيننا حبايب قلبي، ولا يحرمني منكم يا رب، ويا رب يسترها معانا ومعاكم يا حبايب قلبي يا رب. خلاص بقى دخلت المدارس يا بنات، عندنا المدارس 12/9 بإذن الله. خلاص هانت بقى، هنقوم بقى الايه نصحى بدري بقى، ونصحي بقى الولاد واللانش بوكس، وبصوا بقى يعني ايه، بصوا ما اقولكوش صحيان من بدري بقى وربنا يعيننا يا رب، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى حبايبي وعلى ولادي وعلى الجميع يا رب يا حبايب قلبي. عندي بقى ردوا هنا التسريحة، كانت ماسكاه بقى ايه، مبصماها كده بايديها، مسكتها برضو كده ايه، ما ارتحتش بقى، ما حبيت يعني ايه، قلت كنت انا همسحها فوطه كده بس وخلاص، لا، قلت لا امسكها برضو زي ما انا عملت ايه في الرخامه، قلت لا امسك بقى الازاز كده بالايه بالسبونشه كده يا بنات، وبالايه وبالرغاوي الحلوه دي اللي انتم شايفينها دي، ادي بقى النظافه حلوه يا بنات، وربنا يدينا الصحه يا رب، ويعيننا كده على مهام يومنا يا حبايب قلبي، ويدوكوا الصحه ويدينا الصحه يا حبيبي. مسكت برضو عندي كده جزء من برضو من التسريحة يا بنات، برضو مسكتها برضو كده رخامة كده برضو، مسكتها بقى ايه برضو غسلتها بالاسبونشة برضو والايه، وخلتها كده، خلت التسريحة بسم الله ما شاء الله فل يا بنات، خلتها فل زي الفل، ولا اكن اي حاجة فيها، ولا اكن اي حاجة حصلت. تمام، قولوا تمام، يبقى تمام يا احلى يا احلى اخوات واحلى عيلة واحلى حبايب في الدنيا. هنجيب بقى ايه يا بنات فوطه كده، او نجيب كده حاجه كده تكون حلو يعني ايه قطن كده يا بنات، بتقوم شايله ايه الصابون معاكي على طول. مسحت بقى كده المرايه كده، وخليتها ما شاء الله زي الفل. شايفين بقى يا بنات المرايه بسم الله ما شاء الله، بعد ما اتنضفت كده وبقت زي الفل ما شاء الله. هنمسك بقى كل حاجة نرجعها تاني مطرح يا بنات، هنرجع بقى الزيت، ونرجع بقى الحاجات اللي موجودة ديت برضو، نرجعها تاني. عايزة والله ابقى اجيب اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو تنظيم اللي هو بتاع المكياج ده يا بنات، عايزة ابقى اجيب اللي هو المنظم ده. فان شاء الله باذن الله لما انزل باذن الله هجيب، والله ناقصنا حاجات كتير جدا جدا عاوزة اجيبها، بس ربنا يفرجها علينا وعليكم يا رب يا حبايب قلبي. كان عندي برضو عندي الفرزل دي بقى، كانت شنطة نهى، وعندي بقى الحاجات اللي شايفينها بقى، والرموضات بتاعة الشاشة والحاجات دي والشواحن وكده، مسكتها برضه شلتها وحطيتها مطرحها. كنت انا هنا بقى ايه على الفريزر ده بنات مطلعه طقم سرير، كنت هفرشه، بس لما لقيت الملاية نظيفة رجعت رجعته تاني مطرحه. مسكت بقى كده يا حبايب قلبي دي المصلية يا بنات، بمسكها فرشها كده على الفريزر، مسكتها نضفتها كده، ورجعت فرشتها تاني. جبت بقى المقاشة يا بنات، وقلت اكنس بقى الأوضة. طبعا الكاميرا مش مبينة، طبعا كان طالع يا بنات اللي هو زي تراب ناعم كده، كان طالع طبعا معايا يعني، بس مش باين من مش باين في الكاميرا.
همسك بقى كده ايه يعني ايه اجيب جزء جزء كده من الاوضه واكنسه يا بنات واخليها ايه, زي الفل كده. عايزاكم بقى تشجعوني يا بنات بالله عليكم، واللايك بتاعكم وتشيروا الفيديو كده لحبايبكم ولاصحابكم. وطبعا اهلا وسهلا بكل حبايبي وكل اخواتي اللي دخلوا معايا في القناه جداد، طبعا وجودكم طبعا على راسي. وبرحب بكل اي حد، بكل حد او اي حد دخل معايا يا حبايب قلبي على راسي طبعا. وحبايبي واخواتي اللي معايا في القناه اهلا وسهلا بكم برضو يا حبايب قلبي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ويا رب كده نفضل سند لبعض. وعايزاكم يا بنات تشيروا الفيديو كده لاخواتكم ولاصحابكم ولحبايبكم بالله عليكم. ويعني ايه لازم ان الفيديو يا بنات يرفع، يعني انا بجد ما بصور الفيديو وبنزله وما بلاقيش عليه مشاهدات يا بنات والله بزعل جدا، لاننا طبعا بنتعب جدا جدا في التصوير وفي المونتاج. وطبعا اخواتي وحبايبي اللي عاملين قنوات عارفين كده. فايه فايه بنات يعني عايزاكم كده تقدرونا وتحطوا لنا لايك بالله عليكم يا حبايبي. جبت طبعا كده بقى ايه اللي هو اللهم صل على النبي اللي هي عامله زي المساحه دي يا بنات، بصراحه انا بنسى اسمها. جبت بقى ايه، جبت الجردل بتاعها وحطيت فيه بقى ايه شويه بتاع اللهم صل على النبي شويه صابون كده، اريال ومعطر اي حاجه موجوده عندك يا بنات. مسحت بقى كده ايه يا بنات البلاط خليته كده زي الفل ما شاء الله بيلمع يا بنات. بتاع دي جميلة جدا 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 يا بنات، بجد جميلة والله. يعني بصوا حلوة جدا قوي، يعني لما جربتها ما شاء الله جميلة تحفة. هوريكم بقى منظر الأوضة بعد ما انا خلصتها يا بنات، بقت زي الفل ما شاء الله. فرق طبعا يعني بصوا ما اقولكوش، فرق شتات يعني من اول الفيديو كده وانا بوريكم الفوق يعني الأوضة متبهدلة. الوقت الأوضة بسم الله ما شاء الله زي الفل. هتعملي ايه تاني يا ام محمد؟ هنعمل روتين برضو في أوضة البنات اللي هم استولوا على الأوضة بتاعتنا يعني، فهنعمل برضو ايه روتين في الأوضة برضو. وعندي بقى الولاد مثلا ممكن بيناموا في الصالة، يعني في الصالة تحت المروحة اللي هي بتاعت الصالة كده يا بنات. فيعني ايه طبعا الجو حر جدا جدا جدا. فيا ربنا يعيننا يا حبايبي. دي منظر الأوضة بعد ما انا خلصتها يا بنات ما شاء الله زي الفل. الحمد لله بقت زي الفل. بصوا احلى من اوض الفنادق يا بنات. هندخل بقى كده على الأوضة التانية. طبعا كنت انا هنا غاسلة الحافظات بتاعة الصلاة. كنت انا غسلها قبل ما كنت انا اسافر، يعني بعد ما انزل لكم الفيديو بتاعكم، بعد ما نزلت قصدي الفيديو اللي فات. بعد ما نزلت الفيديو مسكت الحفظتين دول، يعني ايه مسكت واحده واحده كده حطيتها في قلب الغساله. اللي طبعا عندي الغساله كبيره ما شاء الله فبتاخد الايه الحافظات يا بنات. مسكتها بقى هنا غسلتها ما شاء الله، غسلت بقى قبل ما انا اسافر يعني، ومسكتهم نشرتهم على البلكونه. وطبعا وسافرت رحت يعني المصيف وايه، ولما انا جيت لميتهم بقى من على الحبل. همسكهم بقى اطبقهم كده لغايه ما ايه يا بنات، لغايه ما ان شاء الله هعمل روتين برضو معاكم كده في الريسبشن باذن الله، او في الصاله باذن الله يعني. وايه ونفرش طبعا الحفظات تاني باذن الله. استنوني في الفيديو الجاي يا حبايب قلبي. همسكهم كده بقى اطبقهم عشان ما يتبهدلوش. طبعا تقال جدا يا بنات، يعني مش على قد ما هما كده بس والله تقال. طبقتهم بقى كده وهحطهم ايه، هشيلهم كده واحطهم في جنب على ما انا ايه، على ما انا اخلص. كده بقى ما شلتش برضو الملاية هنا، يعني ايه نضفتها بس كده ايه تنفيضة كده من اي حاجة مثلا وكده، ظبطت بس الملاية وايه. وهرجع احط الملاية تاني واحط المفرش عليها، لان طبعا هو كان بس مفيش الا الحافظات هي اللي موجودة على ايه يا بنات، على السرير والمفرش. هنا بقى يا بنات هرجع اللهم صل على النبي المخدة تاني او الخدادية برضو، واحط بقى الايه المفرش كده. هنروح بقى ايه طبعا على السرير التاني، كان عندي يعني ايه متنضف برضو ويعني زي الفل، ما شلتش اي حاجة برضو. ما يعني نضفته بس كده وشلت ايه المفرش ده كان فيه شوية هدوم من الهدوم الشتوي. فايه يا بنات مسكتها كده شلتها برضو كده وحطيتها في مكان. طبعا الشنطة دي كان فيها ستاير وكده جايباها برضو للشقة وكده، فلسه معلقتهاش يعني. فهمسك برضو كده الايه السرير كده المفروض نفضة حلوة كده برضو وخليه زي الفل. همسك كده يا بنات كده بقى الايه الأوضة معايا.
همسكها برضو اكنسها كده كنسة حلوة برضو، وهمسكها برضو ايه نمسحها برضو مع بعض يا بنات. اللي وصل معايا لاخر الفيديو يا بنات، اللي وصل معايا لغاية، كان التليفون هنا يا بنات حد كان بيرن عليا يعني فقطع معايا الصوت. المهم يا بنات ايه، اللي وصل معايا لغايه هنا ما ينساش يحط له اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم كده يشجعني ويخلينا كده ايه مستمرين مع بعض ان شاء الله يا احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. مسكت برضو كده الاوضه برضو هنمسكها نمسحها كده يا بنات، ون ايه ونخليها زي الفل كده. يا رب كده يكون الفيديو بتاعي يكون عجبكم يا حبايب قلبي، ويا رب كده اكون ضيفه خفيفه عليكم. واستنونا ان شاء الله في الايام اللي جايه باذن الله بروتينات حلوه قويه باذن الله هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. خلاص بقى داخلين على المدارس يا بنات.